تخيل معايا انك تكون مواطن في دولة شايفاك مش انسان، هم فعليا شايفينك خنزير بشري ما قدرش يتطور ويبقى انسان كامل. الدولة دي قررت تخليك تعيش في منطقة معزولة لوحدك، ولما بدأت حرب ضد دولة تانية بقيت انت الشخص اللي في نظرهم مش انسان، الأداة اللي بيتم استخدامها في الحرب دي، ولما تموت مش هيحسبوك حتى من الخسائر البشرية. ده اللي بيعيشه سكان القطاع 86 من دولة سان منغوليا. دولة سان منغوليا اللي بتقاتل دولة تانية اسمها جياد. حرب تبان من بعيد ان هي حرب روبوتات، ولكن هي فعليا حرب بتختبر النفس البشرية. فيا ترى ليه سكان دولة سان منغوليا شايفين سكان القطاع 86 التابع برضو لدولتهم ان هم مخلوقات اقل من البشر؟ وازاي العنصرية بتعمل انسان وتخليه قاسي لهذه الدرجة؟ ده اللي هنعرفه في قصة الانمي ده يا صديقي. لو لسه اول مرة تشوفنا ما تنساش انك تشترك في القناة، وكمان تحط لايك للفيديو علشان تساعده ينتشر. من غير كلام كتير نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا بنبدأ مع الرائدة فلادلينا ميلز، وهي رايحة لمقر جيش دولة سان منغوليا. وهي رايحة بتشوف الأخبار بتقول إن أسلحة دولة جياد اللي اسمها ليجيون اتعرضت لضرر كبير من أسلحة الجيجر نوت الآلية الخاصة بدولة سان منغوليا. وبرغم قوة المعركة مفيش أي خسائر بشرية حصلت ليهم. بتتضايق ميلز علشان هي عارفة إن في خسائر وفي ناس ماتوا من سكان القطاع 86، بس زي ما قلنا هم مش بيتشافوا كبشر، فمش بيتحسبوا خسائر بشرية. بتوصل ميلز لمقر الجيش وبنشوف الحالة اللي عليها جيش دولة سان منغوليا. طبيعي جدا، دول كلهم جنود محدش فيهم اساسا عمره شاف ساحة معركة، لان اللي بيحاربوا بجد وبيموتوا كل يوم هم سكان القطاع 86. واللي يجننك ان الجنود دول بيتكلموا عن سكان القطاع 86 اللي بيموتوا كأنهم بيتفرجوا على لعبة. ميلز غاضبة ومش عاجبها الكلام ده كالعادة. بتيجي صديقتها رئيسة قسم التطوير والأبحاث أنيت تقول لها فكك منهم ويلا نشتغل. بتروح ميلز وبتبدأ في قيادة فيلق الدفاع الثالث. اللي بيعملوا الجنود اللي زي ميلز كده ببساطة هم إنهم وقت المعارك بيتواصلوا مع سكان القطاع 86، بيوجهوهم وبيدوهم معلومات عن العدو والهجوم اللي بيحصل. وللأسف ميلز بتضطر إن هي أوقات تسمع البشر اللي جوه الآلات اللي بتحارب وهم بيموتوا. في المعركة الحالية مات كتير جدا من أفراد الفرقة الثالثة. وبعد نهاية المعركة بتعتذر ميلز للي لسه عايشين وبتقول لهم شكرا على تضحياتكم، بس بيقولوا لها انت مش محتاجة تعتذري، احنا كل يوم هنا بنموت وبقى ده الشيء العادي. موضوع صعب قوي يا صديقي انك تكون مجبر تخش حرب انت بنسبة كبيرة هتموت فيها، بس الأسوأ ان بعد موتك تكون كأنك لم تكن، ما بتتحسبش حتى خسائر بشرية. بتروح ميلز المكتب العميد جيروم، حتة تقيلة قوي في الجيش وبرضه هو عمها. بيقول لها ان هي هتكون الموجه الجديد للفيلق الاول في الهجوم او كتيبة رأس الحربة، اقوى كتيبة هجومية بتقاتل حاليا. بتستغرب ميلز من القرار ده، خصوصا ان هي لسه صغيرة ولسه مترقية لرتبة الرائد. بيقول لها عمها جيروم ان هي موهوبة وابوها فسلاف، لو كان عايش كان هيكون فخور باللي هي وصلت له. وبيقول لها صراحة برضه محدش عايز يكون الموجه لهذه الفرقة، وده علشان قائد الفرقة دي اللي اسمه الرمزي اندرتيكر، وخلونا نقول عليه تيكر علشان انا عارفك يا صديقي كل ما هقول اسمه هتفتكر المصارع اندرتيكر. تيكر ده او حاصد الارواح زي ما بيتقال، بيتلاعب نفسيا بكل موجه يتولى قيادة فرقته، لدرجة ان في موجه انتحر. فالتعامل معاه مش سهل اطلاقا، علشان كده الكل رافض يكون هو الموجه لهذه الفرقة. بيقول العميد جيروم لميلز ممكن ترفضي لو المهمة مش هتكون سهلة بالنسبة لك، ولكن ميلز مش الشخصية اللي بتخاف من التحديات، بتوافق وبتتولى مهمة توجيه فرقة راس الحربة. لما بتقعد مع صاحبتها انيت بتقول لها ما كانش المفروض تقبلي بهذه المهمة. بتقول لها ميلز كل الكلام اللي بيتقال دي اكيد مجرد اشاعات علشان بس الجنود هنا كسلانين يشتغلوا. بتقول لها انيت بس حالة الانتحار دي حقيقية، وبما ان انيت مديرة قسم التطوير كانت عملت بحث في موضوع الانتحار ده، ولكن ما لقتش سبب معين. بعض الاقاويل بتقول ان هو بسبب جهاز الباراريد، الجهاز ده اللي الموجه بيتواصل بيه مع الجنود، ومش بس تواصل صوتي، ده فيه جزء من الادراك بيكون متبادل، فاستخدامه برضه فيه شوية مخاطر وممكن يأثر على عقل الانسان. وبالمناسبة الجهاز ده اللي طوره هو والد انيت، ولكنها لسه في حاجات كتيرة تجهلها عنه. بتاخد ميلز جهاز الباراريد الجديد وبتروح في اوضتها وعلى طول بتتواصل مع فرقة الهجوم الاولى او فرقة راس الحربة. بنروح دلوقتي بقى للقطاع 86 اللي مختلف تماما عن المدينة اللي احنا كنا لسه شايفينها، وبنشوف الفرقة الأولى وهم عبارة عن
عن شوية أولاد وبنات عاديين جدا عايشين حياتهم بهدوء، بيحاولوا يكونوا مبسوطين لأن هم عارفين إن في أي لحظة ممكن يموتوا. وقائدهم هو المحب للقراءة شين نوزن، أو المعروف باسم الأندرتيكر أو حاصد الأرواح. وبنعرف من كلامهم مدى كرههم لسكان دولة سان منجوليا، وبيقولوا عليهم الخنازير البيضاء. وكل الفرقة بتكن احترام كبير جدا لشين. وبعد إحدى المعارك بنشوف واحد من الفرقة اسمه كوجو اتصاب وخلاص كان بيموت، وبيروح شين يطلع مسدسه ويبص له، وكوجو بيقول له شكرا لك يا قائد، وبيطلق عليه شين وبيخلص معاناته. وبياخد جزء من المركبة بتاعت كوجو وبيحفر عليها اسمه. وبنشوف ان شين بيخلد ذكرى كل شخص بيموت من اصدقائه. وهو قاعد بالليل بتتواصل معاه ميلز وبتعرف نفسها ان هي الموجه الجديد للفرقة بتاعتهم. بيقول لها شين اهلا بك يا رائدة ميلز، احنا متحمسين للعمل معاكي. بتفرح ميلز كده شوية ان هو رد عليها رد كويس، وبتقول له انا كمان متحمسة علشان نشتغل سوا. طب ما يا جدعان ماله الواد شكله طيب ومحترم اهو. بيجي العجوز ألدريخت المسؤول عن صيانة الآلات اللي بتقاتل، بيكلموا شين عن الموجه الجديد وان شكلها مش بتكره سكان المنطقة 86. بيقول ألدريخت لو هي إنسانة طبيعية يبقى هتتعب قوي في الشغلانة دي. المهم ان تاني يوم بيحصل هجوم على الفرقة الأولى وبيجهزوا كلهم من أجل التصدي. على طول ميلز بتقعد وبتبدأ في توجيههم، وبتتفاجأ من قد ايه شين ده جامد قوي لدرجة ان هو بيعدل لها وبيديها معلومات للتوجيهات الغلط اللي بتقولها. وبنشوف فرقة راس الحربة فرقة النخبة وهم بيقاتلوا ببراعة وقوة مش طبيعية. شين قائد ماهر قوي وبيدي تعليمات للكل بسرعة رهيبة، قادر يحدد اماكن الجميع ويديهم التعليمات اللي بيتحركوا بيها بشكل صحيح جدا. غير كده بقى مهاراته القتالية يا اصدقائي جامدة قوي، سريع جدا وبيهجم على الآلات باندفاع مرعب، بيعرف يتفادى الضربات وضرباته كلها موجهة ومدمرة. هو ده تيكر حاصد الأرواح الأشهر في القطاع 86. وبتنتهي المعركة بانتصار الفرقة الأولى، وأول تعاون بين ميلز وبين شين وأصدقائه انتهى بنجاح. نروح بعد كده لإحدى الجامعات وبنشوف الدكتور ده بيدي حصة عن التاريخ، بيتكلم عن الحرب اللي بدأتها دولة اسمها جياد على دولتهم سان منجوليا. دولة جياد استخدمت أجهزة اسمها الليجيون، بس من 4 سنين أجهزة الليجيون دي خرجت عن السيطرة ودمرت دولة جياد بالكامل، واللي فضل مجموعة كبيرة من الأجهزة أو آلات الحرب دي محطوطة على وضع الحرب. الأجهزة دي مفروض إن النظام بتاعها هيتوقف عن العمل خلال 2 سنين، يعني باختصار الحرب الحالية محكوم عليها ان هي هتخلص كمان 2 فقط. وبيقول ان الحرب دي دولة سان منجوليا ما تعرضتش فيها لاي خسائر بشرية. ساعتها بتتكلم ميلز وبتقول له انت غلطان، كل يوم بشر كتير بيموتوا. الراجل اتصدم يا عيني وبيقول للطلاب دي الرائدة ميلز جاية تكلمكم عن المعارك والقتالات اللي بياخدها الجنود. بيتكلم ميلز الطلاب وبتقول لهم انا هقول لكم التاريخ الحقيقي دولتنا كانت هتتدمر من 9 سنين على ايد اجهزة الليجيون. بسبب كده حكومتنا اتخذت قرارين: اخلاء 85 قطاع خاصين بالدولة وعمل سور حواليهم، واقصاء كل شخص لا ينتمي لعرق الألبة الى القطاع 86. عرق الألبة هم اصحاب الشعر والعيون الفضية، يعني اي حد غير دول ملوش الحق في الحياة داخل ال 85 قطاع. بتقول ميلز ان القطاع 86 فيه بشر عايشين هناك، هم بيقاتلوا وبيموتوا كل يوم. اسلحة الجيجر نوت اللي بنستخدمها مش آلية بالكامل، بيكون جواها انسان علشان بس لون شعره وعيونه مختلف احنا بنسيبه يموت بدم بارد. بيقول لها احد الطلاب ولكن دول مش بشر، دول خنازير. بتقول لهم كل الكلام اللي بيتقال ده غلط، دول بشر زيهم زينا. وبتسألها احدى الطالبات هل هي راحت لساحة معركة قبل كده. بتتردد ميلز شوية كده كأنها افتكرت ذكرى مؤلمة وبتقول ايوه رحت ولكني لم اقاتل، لان سكان القطاع 86 هم الوحيدين اللي بيخاطروا بحياتهم، وبرغم كده احنا سحبنا منهم حقوقهم كمواطنين. هم اولاد وبنات زيهم زينا، حياتهم صعبة جدا ولازم نقف معاهم ونصلح الغلط اللي احنا عملناه زمان. بيتكلم أنيت ميلز وبتقولها شكل عمك جيروم مقوي قلبك، وبتسألها عن شين أو اللي هم عارفينه باسم تيكر. بتقول لها ميلز بتواصل معاه كل يوم، هو قائد كفء وعنده مهارات قتالية وجريء جدا. بتقول لها أنيت ده احنا كده شكلنا علاقتنا هتتطور خالص. بيجي الليل وبتلاحظ ميلز ان كل التقارير بتاعت مختلف المعارك اللي بيبعتها شين بتكون هي نفس التقرير واحد مش بيتغير. لما بتكلمه بيقول لها ان مفيش اي موجه كان بيهتم بقراءة تقارير
تقارير المعارك. مين هيهتم اساسا؟ دول مش بيهتموا بالناس اللي بتموت. بتقول له ميلز انا ههتم، انا عايزاك تكتب لي كل تقارير عن المعارك علشان ادرسها واعرف ازاي اساعدكم. بيوافق شن بهدوء كده وبعدين بتكمل كلام معاهم. بنعرف ان اغلب الفرقه الاولى بقالهم في الخدمه 4 سنين، الا شن بقاله 5 سنين، يعني قربت فترته تنتهي مع الجيش وياخد الاعفاء. بتساله ميلز هل في اي شيء انت عايز تعمله لما ترجع تبقى مواطن؟ بيقول لها لا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. وبنشوف ان تواصل ميلز المستمر مع شن بيخلي بنت اسمها كورنيا، وهي بالمناسبه معجبه كبيره بشن، تبقى غاضبه ان هو بيضيع وقتهم الثمين اللي ممكن ينتهي في اي وقت وبيقعد يتكلم معاها. كورنيا من اكتر الناس اللي بيكرهوا عرق القلب او الخنازير البيضاء زي ما بتقول، لان هم كانوا السبب في موت ابوها. دلوقتي ميلز بتتكلم مع البنت دي اللي اسمها كير، بتحكي لها كير عن شكل النجوم اللي بيشوفوها كل يوم في القطاع 86، وكل الفرق بيتكلموا عن الابراج اللي بيشوفوها كل ليله في السماء. بتقول لهم ميلز كنت اتمنى لو اقدر اشوفها، ولكن اضواء المدينه بتكون عاليه جدا عكس المنطقه 86 اللي ما عندهمش اي اضواء، فالسماء بتكون صافيه وواضحه. بتقول كير لميلز انت بدات تثيري اهتمامي، ممكن اسالك سؤال؟ بتقول لها ميلز بالتاكيد. بتسالها كير وبتقول لها هو انت ليه مهتمه بينا لهذه الدرجه؟ بتقول ميلز ان كان في شخص من القطاع 86 انقذ حياتها قبل كده، وقال لها احنا كلنا مواطنين اتولدنا هنا في نفس البلد وتربينا فيها، ومن واجب المواطن ان هو يحمي بلده واهلها. بتقول ميلز ان هي الكلمات دي اكتر كلمات مؤمنه بيها في حياتها، علشان كده هي مش راضيه تماما مع اي شيء بيحصل مع سكان القطاع 86. بتقول لها كير انت نظرتك للحياه مثاليه زياده عن اللزوم، وخليني احذرك انت مش شخص مناسب لهذا العمل. احنا مش بنقاتل لاهداف نبيله ومثاليه زي ما انت فاكره، مش لازما علاقتك معانا تكون قويه ولا لازما تتكلمي كل يوم. الفرقه الاولى حاسين ان ميلز طيبه زياده عن اللزوم لدرجه ان هم بيحذروها. بعد كام يوم يا اصدقائي بنشوف ان ميلز بتعمل حاجه مفيش اي موجه تاني عملها قبل كده، بتروح تجيب خرايط للمنطقه 86 علشان تساعد الفرقه الاولى اثناء القتالات والتوجيه. غالبا الموجه مش بيهتم قوي ان هو يساعدهم، بيسيبهم يموتوا وبعد ما يخلص بيقوم ويمشي. بس في المعركه اللي بعد كده كانت ميلز بتديهم توجيهات بناء على الخرايط، ده ساعدهم جدا في المعركه وخلاهم قادرين يقاتلوا بشكل احسن لحد ما حصلت الكارثه. في وقت المعركة أثناء ما ميلز بتراجع الخريطة لقيت إن في مستنقع موجود ورا كير. المستنقع ده كان في أحد الأعداء بيتحرك فيه، ولسه هتحذر كير فجأة تم الهجوم عليها، وفي آخر كلمات كير قالت أنا مش عايزة أموت. ماتت كير، وبعد نهاية المعركة ميلز كانت مصدومة، بتقول للباقيين أنا أسفة على اللي حصل، أنا لو كنت راجعت الخرايط بشكل أحسن ما كانش هيحصل كده. بس واحد من الفرقة اسمها سيو بيقول لها هو أنت ليه زعلانة؟ موت 1 أو 2 من القطاع 86 مش فارق معاكم، انت فاكره انك ضحكت علينا بنفاقك وكذبك؟ انت بتتظاهري انك لطيفه ومهتمه بينا، وبرغم كده حتى مش مهتمه تعرفي اسامينا الحقيقيه، لان انت برضو مش شايفانا كبشر. لسه صديقه لينا ميته، على الاقل وقفي كذبه علشان نقدر نزعل عليها. احنا خنازير بالنسبه لكم وهنفضل كده، انتوا اللي بتخلونا نقاتل كل يوم وبيموت اصدقائنا. فاكره انك لو اتكلمت بلطف فانت خلاص ما بقاش عليكي وزر ولا عبء. يا نهار ابيض على الكلام يا اصدقائي، ميلز في حاله صدمه مش طبيعيه. كلام يا اصدقائي ميلز عمرها ما توقعت ان هو هيتقال لها ابدا. رايدن بيقول لسيو كفايه كلام، وبيقول لي ميلز اسفين على كلامه بس حاليا احنا في وضع سيء، المعركه انتهت تقدري تقطعي الاتصال. بتقول ميلز حاضر، وبتقطع الاتصال معاهم بدون اي كلام زياده. وبعدها يا اصدقائي بنشوف الفرقه الاولى بيكملوا حياتهم عادي. زي ما قلت موت اصدقائهم ده شيء مش جديد، كلهم عارفين ان هم ممكن يموتوا في اي وقت وفي اي لحظه، وكلهم متصالحين مع ده بشكل عادي جدا. وسيو بعد اللي قاله الميلز بقى حزين لانه ما كانش المفروض يكلم شخص لطيف معاهم وبيحاول يساعدهم بجد بهذه الطريقه. بيكلم شن وبيقول له ما اعتقدش ان الموجهه هتتواصل معانا تاني. بس بالليل شن اول ما بيقعد علشان يبدا قراءه بيلاقي ميلز بتتواصل معاه، وقبل ما نعرف هتقول له ايه بنرجع لورا شويه وبنشوف ميلز بعد
بعد اللي حصل وهي حزينة جدا. فكرة ان هي نسيت تسألهم عن اسمائهم الحقيقية بيخلي كلام سيو كلام فعلا حقيقي. انيد بتقول لها ما تحمليش نفسك حمل زيادة، مفيش حاجة هتتغير في هذه الدولة، تعاطفك مع سكان القطاع 86 مش هيساعدهم. لما بتمشي ميلز بنشوفها بترجع بالذكريات وبنشوف ان هي كانت راحت مع ابوها لساحة المعركة في المنطقة 86، ابوها اللي كان عايزها تروح تشوف حقيقة هذه الدولة وايه اللي بيعملوه في باقي المواطنين بس علشان هم مش من عرق القلبة. بعدها ميلز بتقابل عمها جيروم علشان تكلمه عن اللي حصل وعن مشاعرها. بيقول لها انا عارف ان ابوكي كان راجل طيب وخلاكي عرفتي حقيقة دولتنا، بس في نفس الوقت هو كان ساذج ومثالي زيادة عن اللزوم. اخده ليك لساحة المعركة وموته هناك يدل على ان الطيبة مش هي الصفة المناسبة في هذا العمل. انا مش عايزك تدوري عن المثالية والنقاء في كل شيء لان ده ببساطة مش موجود. بتمشي ميلز وهي عمالة تفكر في كل الكلام اللي سمعته وفي اللي عاشته مع الفرقة الاولى، مش بتستحمل التفكير الزيادة وبتجري بعيد عن الناس وبتتواصل مباشرة مع شين. بتقول له انا اسف ان انا ما سألتكمش ابدا على اسمائكم الحقيقية، انا عايز اعرف اسمائكم كلكم. بيقول لها شين ان مفيش مشكلة انك تكوني نسيتي تسألينا على اسمائنا، ده جزء من شغلك وشغل الموجهين ان هم ما يتعاملوش معانا باسمائنا الحقيقية، بل بيتم استخدام اسماء مستعارة للجميع، لان التعامل بالاسماء الحقيقية بيخلي الموجه يحس ان هو بيتعامل مع بشر فعلا. وبيقول لها ما تحمليش نفسك ذنب موت كير، انت مالكيش علاقة بالموضوع وانت كنت بتساعدينا باقصى ما يمكن، الموت في الحرب والمعارك ده شيء عادي. بتقول له ميلز سواء في اشخاص بيحبوني او بيكرهوني فانا هبذل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدكم واكون مفيدة ليكم. بيقول لها شن شكرا ليكي، وبيبدأ يقول لها اسمائهم كلهم، وبيقول لها كمان لو عايزة تكلميهم شخصيا وتعتذري ليهم وتعرفي اسمائهم منهم كلميهم دلوقتي. بتتوتر شوية كده ولكن شن بيشجعها وفعلا بتتواصل معاهم وبتعتذر عن اللي حصل، وسيو هو كمان بيعتذر ليها برضه عن طريقة كلامه، وبيعرف رايدن بنفسه ان هو نائب القائد، وبيعتذر لها ان هم كل الليلة كانت بتتكلم كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها وان هي مجرد خنزيرة بيضاء منافقة، بس برضه بيقول لها خليكي فاكرة ان الدولة بتاعتك هي اللي حطتنا في هذا الوضع، هم اللي خلونا كل يوم نحارب وكل يوم في اصدقاء لينا بيموتوا، فمهما حصل احنا مش هنقدر نكون مثاليين معاكي او نعتبرك صديقة بشكل كامل. بتتقبل ميلز الكلام وبتقول انا عارفة ده كويس، وبعدين البقية بيبدأوا يعرفوا نفسهم لميلز وهي بتعرفهم بنفسها برضه. العلاقة بدأت تكون احسن بكتير وحتى كل واحد عرف التاني هو شايفه ازاي. وبعد نهاية الحوار الجماعي ده ميلز بتقول لشين او اللي بتناديه باسمه المستعار تيكر انت ما قلتليش اسمك، هل انت مش عايز تقوله؟ بيقول لها لا انا بس نسيت، انا اسمي شين نوزن. بتقول له نوزن هو انت تعرف حد اسمه شوري نوزن؟ بيتفاجأ شين وبيقول لها ايوه ده اخويا. بنرجع لورا شويه يا اصدقائي، لحظه ما ميلز هي وابوها راحوا لساحه المعركه وتعرضوا للهجوم، وميلز كانت قدام احدى الات الليجيون اللي كانت هتموتها، ولكن فجاه ظهرت آلة جيجر نوت هجمت على آلة الليجيون دي بسرعه. كان بيقود تلك الآلة احد سكان القطاع 86 وهو اللي انقذ ميلز، ونزل الولد ده وراح يطمن على ميلز اللي كانت لسه طفله، بل وكمان اداها شوكولاته كمان علشان كانت خايفه. قالت له ابويا قال لي ان احنا ظلمناكم واحنا السبب في موتكم، ليه انت لطيف معايا؟ ساعتها هو بقى اللي قال لها ان احنا عايشين في نفس الوطن ولازم نساعد بعض وهذا الكلام، وقال لها اسمي شوري نوزن، هو ده اخو شين. دلوقتي ميلز بتسأل شين عن اخوه هو فين حاليا، بيقول لها ان هو مات من 5 سنين، وقال لها انت سألتيني بعد ما خلص الخدمة انا عايز اعمل ايه، في الحقيقة انا بدور على اخويا. بتسأله هل بتدور على جثته؟ بيقول لها لا، وبيقول لها على حاجة بيخلي ميلز تتصدم. شين كده يا اصدقائي شكله عنده اهداف احنا لسه ما نعرفش عنها حاجة، ولكن في المستقبل كل شيء هيظهر. المهم ان تاني يوم حصل بعدها هجوم مفاجئ على الفرقة الاولى. شين بيقول دول آلات ليجيون من نوع خراف سوداء، وبيقول لميلز اقطاع التواصل بيننا في هذه المعركة. بترفض ميلز وبتقول له لا انا لازم اساعدكم. بيقول لها شين انا حذرتك. وفجأة مع بداية المعركة ميلز بتبدأ تسمع اصوات صرخات وناس بيموتوا، اصوات اللي بيسمعها فقط هو شين وميلز، ولكن الاصوات
الاصوات يا اصدقائي سيئة بشكل مش طبيعي، ناس بتموت ومن بين الاصوات بتسمع صوت كير وهي بتقول انا مش عايزة اموت. ميلز ما استحملتش وبتنهار. وفي الناحية التانية كانت الفرقة الاولى بيواجهوا الات ليجيون وبيقاتلوهم بقوة، ولكن بنشوف ان شين هو الوحيد اللي قادر يسمع الصرخات وطلبات المساعدة اللي خارجة من الات الليجيون دي، وهي بتاعت ناس الات الليجيون موتوهم. واللي خلى ميلز قادرة تسمع الاصوات هو زي ما قلنا ان جهاز البارا ريد بينقل جزء من الادراك بين المستمعين، وعلشان كده ميلز عاشت صدمة مش طبيعية. بعد نهاية المعركة بالليل رايدن بيقول ان ميلز ما اتصلتش بينا زي ما هي متعودة، شكل الاصوات اللي سمعتها هتقعد شوية تعباها. ولكن كلام رايدن مش بيطلع صح، وميلز بتتواصل معاهم بتقول لهم انا اسفة على فقدان اعصاب النهاردة، وبتسأل شن ايه هي الاصوات دي. بيقول لها شن ان هو كان على وشك الموت قبل كده، وبسبب اقترابه الشديد من الموت بقى قادر يسمع بعض اصوات الموتى. اجهزة الليجيون دي مبنية على طريقة عمل الدماغ البشرية، علشان كده كل واحد بيموتوه بيحاولوا ياخدوا دماغه، ولو قدروا يعملوا كده بيستخرجوا الوعي بتاعه وبيركبوه لآلات ليجيون تانية. ده بيخلي الآلات اقوى واذكى، ولما بيوصلوا لمستوى قوة معين بيكون اسمهم الرعاة، وكل راعي بيقود قوات قوية جدا بيكون الوقوف قدامها شبه مستحيل. طبعا ميلز خايفة دلوقتي لان الاصوات دي هم فعليا اشباح، دول وعي ناس انتقل الى الآلات. وطبعا اللي صدمها اكتر هي لما سمعت صوت كير بيقول لها شن ان الدولة بتاعتك فاكرة ان نظام تشغيل الليجيون هينتهي خلال سنتين، بس في الحقيقة ان كل الآلات اللي قدرت تنقل وعي انسان ليها هتكمل الحرب ومش هتقف. طبعا دي معلومة صادمة جدا بالنسبة لميلز، وبيكمل شن وبيقول لها انتوا اساسا خسرتوا هذه الحرب، لان عاجلا او اجلا سكان القطاع 86 كلهم هيموتوا، وساعتها هتضطروا تواجهوا آلات الليجيون اللي هتدمركم. بتقول له بس على الاقل احنا شايفين ان اعدادهم بتنقص. بيقول لها ايوه ولكن ده اللي احنا شايفينه، في آلات تانية بتجهز لسه ما دخلتش في الحرب. يا نهار ابيض على الكلام الخطير ده. كده جمهورية سان منجوليا استهونوا زيادة بآلات الليجيون، الآلات اللي عندها القدرة على ان هي تكون اذكى. اكيد مش هيسيبوا نفسهم ينقرضوا خلال سنتين. ميلز بتقول لشن انت خلاص هتخلص الخدمة قريب، خليك عايش لحد ما تخلص وتخرج من هذه الحرب بسلام. بتنتهي المكالمة يا اصدقائي، وبنشوف شن وهو واقف في الأوضة بتاعته فجأة بتجيله ذكرى عن اخوه وهو بيخنقه، وبغضب بيقول له انت السبب، وبيبص على المراية وبيقول قريبا هحصلك يا اخويا. وبنشوف ان من 5 سنين كان شن في مكان مليء بالسلوج ومليء بآلات الجيجر نوت المحطمة. فضل يدور لحد ما وصل للآلة بتاعت اخوه اللي بالمناسبة بقت الآلة بتاعته حاليا، وفتحها وبنشوف اخوه الميت اللي اصبح هيكل عظمي، ولكنه هيكل عظمي ملوش راس. شكل كده العلاقة ما بين شين وشوري كانت معقدة مش زي ما احنا فاكرين. المهم ان تاني يوم الفرقة الاولى بتدخل في معركة صعبة مع اجهزة الليجيون. اعداد الليجيون كانت كبيرة والمكان مفتوح، والفرقة الاولى ما قدروش يعملوا فيه فخاخ، والموضوع بقى اسوأ لان آلات الليجيون المتطورة وصلت. وواحدة من الفرقة الاولى اسمها بارنت بتتعرض لهجوم ومش بتقدر تتحرك. بيروح ولد اسمه ضايع علشان يساعدها، ولكن احد الليجيون كان مستنيه وهجم عليه، وتم القاء القنابل على آلة سيو خلاص هتنفجر. واخر كلمة بيقولها ضايع قبل ما يموت هي انجو صديقته في الفرقة اللي معجب بيها. مات سيو. بارنت اتحصرت هي كمان وطلعت سلاحها وقالت احنا بنعتمد عليك يا شن، وبتفجر دماغها علشان اجهزة الليجيون ما تاخدهاش. وبعد المعركة الصعبة دي شن بيروح يدمر دماغ سيو علشان ما يتاخدش من جوه الليجيون. يعني يا اصدقائي شن بيضطر احيانا ان هو يسمع اصوات الناس اللي ماتوا واللي منهم اصدقائه واللي كانوا بيطلبوا المساعدة منه. وبعد نهاية المعارك بيضطر ان هو يروح يدمر دماغ الناس اللي بيموتوا من الفرقة بتاعته. شن بيعيش معاناة مش طبيعية، مش بيتكلم عنها ولا بيقول عنها اي حاجة. وفي المساء بنعرف من كلام رايدن معاه ان شن هدفه ان هو يحفر قبر لاخوه، ولكن اللي ناقص علشان القبر يكتمل زي ما شفنا ان جثة اخوه شوري كان ناقصها الراس، فهو بيدور على راس اخوه. بيقول شن ان حفر قبر لاخوه هيكون اقل حاجة ممكن يقدمها له. ومرة تانية الذكرى بترجع واخو شن بيخنقه بيقول له موت ابوك وامك وموت المستقبلي هيكون بسببك. بنسيب شن وذكرياته وبنروح للرائدة ميلز اللي بتكون واقفة مع عمها جيروم، وبتقول له ان هي محتاجة مساعدته، عايزة تستخدم سلاح مدفعي خاص بجيش دولة سان منجوليا علشان يساعد سكان المنطقة 86. بيقول لها احنا مش هينفع نستخدمه لان ده هيحتاج واحد من جنود جيشنا يقوده، وده مخالف لسياسة
سياسات هذه الحرب. بتقول له ولكن الناس اللي في المنطقة 86 بيموتوا وده هيساعدهم. بيقول لها انا قلت لك ان تعاطفك معاهم ملوش لازمة ومش هيفيدهم بحاجة. وبيقول لها ان الفرقة بتاعتك عندها مهمة الهجوم على احدى مراكز الليجيون اللي لسه بتتشكل حاليا. بتقول له ولكن الفرقة الاولى حاليا فيها نقص ومحتاجة افراد جداد ينضموا ليهم. بيقول لها ان المهمة دي لازم تتم بسرعة علشان المركز او القاعدة بتاعت الليجيون دي ما تتشكلش بالكامل، علشان لو اتشكلت هتكون خطر كبير على فرقتك. بالليل ميلز بتبلغ شن بالعملية وبيظهر ان هو عارف بوجود القاعدة دي، وبيقول لها غالبا هيكون فخ لينا بس احنا هنهجم لان تجاهلها ممكن يحطنا في خطر اكبر. بتقول لهم خلاص ارتاحوا الليلة دي علشان تكونوا جاهزين. بيقفلوا معاها كلهم الا شن اللي بيقول لها صوتك شكله تعبان، انت مش بتنامي ولا بترتاحي بشكل كافي. ميلز يا اصدقائي فعلا مش بتنام بشكل كويس لان هي عماله تخطط ازاي تساعدهم اكتر في وقت المعارك، وده شيء واضح ان افراد الفرقه الاولى بقوا يقدروه جدا. وعلشان كده بتستمر ميلز في محاولة طلب تعزيزات وإرسال إمدادات للفرقة الأولى حتى لو هتستخدم أساليب مش كويسة. بتقعد تتكلم مع أفراد الفرقة الأولى وبتسألهم إزاي بيتعاملوا مع صوت موت أصدقائهم أثناء المعركة. يا صديقي الكل بيكون سامع بعضه زي ما احنا عارفين، فلما حد بيموت الكل بيسمع صرخاته آخر كلماته. من كتر ما سمعوا أصوات ناس بتموت خلاص ده بقى شيء عادي. اللي غالبا دايما عايش في معاناة هو شن اللي بيسمع أصواتهم طوال الوقت. بنوصل بعد كده يا أصدقائي اليوم الاحتفال الخاص بدولة سان منجوليا. بيكون في حفلة ملكية بيشارك فيها أهم أفراد الدولة والجيش والناس المهمة. يعني أنيت لما بتقابل ميلز بتقول لها إيه الفستان الكئيب اللي أنت لابساه ده؟ بتقول لها بسببه الحمد لله محدش جه اتكلم معايا خالص. ميلز مش رايحة تشقط عريس زي ما ناس كده بتعمل. وفي وقت الحفلة شين بيتواصل مع ميلز بيكلمها وبيقول لها الإمدادات خلاص وصلت، وبيشكرها كمان على الألعاب النارية اللي بعتتها مع الإمدادات. ميلز كانت عايزاهم هم كمان يحتفلوا برضه. بتفرح ميلز وبتقول أتمنى إن هي تعجبكم. بيقول لها شن بالتأكيد هتعجب الجميع، وبيشكرها شن بقى على تذكرها لأخيه الميت، وبيقول لها أتمنى إن أنت تتذكرينا في المستقبل. ميلز متأثرة ومش عارفة تقول إيه. مش عايزة تقول أيوه هفتكركم لأن نفسها محدش فيهم يموت. المهم يا صديقي دلوقتي بنوصل ليوم عملية هجوم الفرقة الأولى على قاعدة الليجيون اللي بتتكون. بس أول ما الفرقة الأولى بتتحرك ويا دوب لسه هيبدأوا الهجوم بيتعرضوا لقصف شديد. قصف يا أصدقائي بيموت 4 من الفرقة الأولى. بس وقت القصف كده فجأة شن بيحس إن هو سمع صوت أخوه جاي من ناحية الليجيون. ده معناه إن ممكن يكون الليجيون اللي أخد راس أخوه وعيه موجود هناك، ولكن دلوقتي مش هيقدروا يعملوا حاجة. وميلز بتقول لهم تراجعوا. لما بيرجعوا ميلز طبعا حزينة على اللي ماتوا. بتقول لهم أنا آسفة أنا طلبت الإمدادات وإن المجندين الجداد يوصلوا ليكم، ولكن مفيش حاجة بتيجي. أنا هروح أطلب تاني من قيادات الجيش. بيقول لها شن ما تتعبيش نفسك محدش هيجي. العملية اللي احنا هنعملها دي هي منصة الإعدام بتاعتنا. ميلز مش فاهمة حاجة. بيقولوا لها احنا هنعرفك الحقيقة. الفرقة الأولى أو فرقة راس الحربة اللي بينضم ليها بيكونوا أشخاص خلاص فترة جيشهم هتخلص، وانضمامهم ليها بيكون علشان يموتوا قبل ما يخلصوا فترة جيشهم ويرجعوا مواطنين. يعني الأشخاص الجداد اللي هيجوا هنا هيكونوا بعد موتنا. يا إلهي ده معناه إن هم كلهم عارفين إن هم كانوا هيموتوا بالفعل. ميلز مصدومة وبتسألهم طب ليه انتوا بتقاتلوا؟ ليه ما بتفكروش في الهروب والانتقام من هذه الدولة؟ بيقول لها رايدين احنا ممكن فعلا نهرب. هنسحب الليجيون لجوه دولة سان منجوليا ونلبس الخنازير البيضاء في قتالهم، ولكن انا اللي رباني وعلمني كل حاجة هي سيدة من عرق القلبة. وكذلك شن اللي انقذه كان راهب من عرق القلبة كان بيحبه وهو كان عايش هناك. حتى لو احنا عايزين نقاتل من اجل سكان القطاع 86 فكلهم مش ناس كويسة، في ناس عنصريين برضو زي اللي موجودين جوه الدولة. لو قررنا نعامل الخنازير بنفس طريقة معاملتهم فمش هنختلف عنهم نهائيا، فلو كده كده هنموت فاحنا عايزين نختار الطريقة اللي هنموت بيها. وبعد نهاية الحوار الصادم ده اللي عرفنا منه ان فرقة راس الحربة ما هي الا عملية اعدام للجنود اللي قربت فترة خدمتهم تنتهي. رايدن وشن بيتكلموا عن الهجوم اللي حصل عليهم وان فرقة الليجيون دي مش فرقة عادية، يعني الفرقة دي هناك راعي من يقودها، وطالما شن سمع صوته هو فقط يبقى اخوه هو الراعي. طبعا رايدن متفاجئ وفي نفس الوقت مبسوط ان شن خلاص لقى اخوه، وشن هو كمان متحمس وبيقول انا كنت مستني اللحظة دي من زمان. بيقول له رايدن احنا معاك لحد النهاية يا حاصد الارواح. بنروح دلوقتي الميلز اللي بتروح تراجع سجلات كتيبة فرقة راس الحربة
الحربة، وبتلاقي ان في فعلا مهمة كان كل افراد الفرقة بيموتوا بعدها، وبعد ما يموتوا يبعتوا ناس تانيين علشان يموتوا. يخرب بيت الجنون وانعدام الانسانية. لما ميلز بتقعد مع انيت بتفضل تتكلم عن قد ايه نفسها تلاقي اي طريقة علشان تساعدهم، لحد ما انيت فجأة بتنفجر غضبا فيها وبتقول لها هو انت فاكرة نفسك انك عندك القدرة انك تعملي اي حاجة؟ بتقول انيت احنا كان عندنا جيران، وكان ابن الجيران دول هو صديقي الوحيد اللي بروح معاه للمدرسة. لما الحرب قامت الجيش خدوا جيراننا وخلاهم يعيشوا في المنطقة 86. وفقدت صديقي وبقى الأطفال التانيين يتنمروا عليا علشان كنت صديقة لواحدة منهم. أنا فضلت أتعافى من الألم ده لسنين طويلة. أنا حسيت بمدى ضعفي. أنت فاكرة إنك تقدري تصلحي كل حاجة؟ مستحيل تقدري تغيري أي حاجة مهما عملتي. أنت مذنبة زيك زينا يا ميلز. بتاخدها أنيت بتوريها معمل أبوها اللي كان بيعمل فيه تجارب. أبوها اللي كان عنده مشروع قائم على فكرة التواصل بين الأشخاص عن طريق مشاركة جزء من الإدراك. لما الجيش عرف مشروعه خلوه يطوره وبقى جهاز الباراريد، ولكن من أجل تطوير هذا الجهاز ومشاركة شيء خطير زي الإدراك راح ضحيته المئات من سكان القطاع 86. بتقول لها أنيت يعني أنت بتستخدمي شيء كان سبب في موت المئات منهم. واللي خلى أنيت تعيش في يأس وحزن بجد هو انتحار أبوها بعد ما صنع هذا الجهاز. وكلام ميلز المستمر عن الأمل والمساعدة والإنسانية بقى مقزز بالنسبة لها. علشان كده أنيت بتقول لها أنا بكرهك ومش عايزة أشوفك تاني. بتمشي ميلز وهي حزينة وكلمات أنيت بتتردد في دماغها، وكذلك الوعد اللي قالته لأفراد الفرقة الأولى إن هي مش هتسمح بموتهم. بتروح ميلز لعمها وبتقول له إزاي تخلوهم يروحوا لمكان هيموتوا فيه بلا معنى. بيقول لها أنا حذرتك إن تعمقك معاهم وتعاطفك مالوش أي لازمة ومش هينفعهم. لابد أن يبات كل سكان القطاع 86. لو انتشرت أخبار وحقيقة معاملتنا لسكان القطاع دوت بين باقي الدول فهيتم النظر لينا إن إحنا دولة فاسدة ديكتاتورية. بتقول له علشان كده انتوا مش بتبنوا قبور للأموات منهم، عايزين تمسحوا كل الدلائل اللي كانت تدل على وجودهم. جيروم بيقول لها الأمل اللي عندك تقدري تتكلمي عنه زي ما انت عايزة، بس في النهاية مفيش حاجة هتغير سياسة دولة كاملة. يا ميلز بتقاتل وحيدة وسط ناس فقدوا إنسانيتهم. دلوقتي بنوصل لليلة الهجوم الأخير للفرقة الأولى. ميلز بتعتذر لشن إن هي ما قدرتش تعمل أي حاجة. بيقول لها مفيش مشكلة، إحنا من زمان متقبلين وعارفين اللي هيحصل. بتقول له أنا عايزاكم تهربوا. بيقول لها إحنا مش رايحين هناك علشان نموت يا رائدة ميلز، إحنا بكرة هنختار وجهتنا والطريق اللي عايزين نسلكه. بتقول له ميلز طالما أنت بتقول كده يبقى أنت لقيت أخوك. بيقول لها شن مشكلتك يا ميلز إنك بتلاحظي حاجات مش لازم تلاحظيها. أخويا هو الراعي اللي موجود في قاعدة الليجيون دي وأنا لازم أروح أقتله أو هو يقتلني علشان تنتهي هذه القصة. علشان كده وداعا يا رائدة ميلز. وعند شن خلاص كل حاجة دلوقتي بتجهز. بيقضوا آخر ليلة ليهم قبل ما يروحوا للموت برجليهم في هدوء وسكينة صراحة غريب جدا. فرقة راس الحربة اللي أول ما وصلوا كانوا أكتر من 20 واحد، دلوقتي بس 5 اللي فضلوا من أجل المهمة النهائية. شن ورايدن وسيو وكورنيا وأنجو بيفطروا وبيروحوا لآلاتهم وبيتحركوا دلوقتي من أجل المواجهة الأخيرة. المواجهة اللي بعدها هيكونوا أحرار من هذا العالم الذي لم يكن رحيما معهم. وبنرجع دلوقتي لورا يا أصدقائي ساعة ما شوري كان بيموت. كان بيقول أنا آسف يا شن ما قدرتش أكون أخ كويس. بنشوف يا أصدقائي إن وقت ما شوري جاله استدعاء من الجيش عرف في نفس جواب الاستدعاء إن أبوه وأمه اتوفوا في الحرب. فساعتها طلع غضبه كله على أخوه شن وقال له أنت السبب، وفضل يخنقه وكان هيموته لولا الراهب اللي من عرق القلبة اللي جه وأنقذه من تحت إيده. ساعتها شوري كان مصدوم من اللي هو عمله، بس عرف إن هو رايح لطريق ليست هناك فيه عودة. ودلوقتي يا أصدقائي هو راعي داخل ليجيون بيقود هذه الكتيبة. بيقول تعالى يا شن اخلص من جسم الإنسان الضعيف ده وقاتل معايا. المرة دي أنا هكون أخ صالح وحميك. وبيوصل خماسي فرقة راس الحربة وقدامهم جيش من أسلحة الليجيون. شن أول ما بيوصل على طول بيسمع صوت أخوه اللي بيقول له تعالى يا شن. بيتحمس وبيقول للأربعة الباقيين خلوكم هنا دلوقتي، مش هنقدر نتقدم من غير ما نقتل الراعي. بيقول له رايدن حتى بعد وصلنا لهنا انت برضو عايز تقاتل لوحدك، مفيش تراجع دلوقتي. وكلهم بيتقدموا وبيتقدم شن بسرعة وهو بيضحك ضحكة صراحة شريرة وبيقول لقد عصى
افترضت عليك يا اخي. بتبدا المعركه واجهزه الليجيون بتهجم وفرقتنا بيحاولوا يتفادوا الهجمات ويهجموا بسرعه ويهربوا. رايدن بيقول ان وجود راعي قوي بيخلي الليجيون دول منظمين جدا، وشن في نفس الوقت بيحاول يتقدم من وسط الالات علشان يوصل لاخوه. وانجو بتقول احنا بنقاتل بشكل كويس لحد دلوقتي، خلونا نصمد لاطول فتره ممكنه. بس على شاشتها بيظهر ان في جيش كمان جاي من ورا. شكل الصمود ده مش هيدوم لفتره طويله. بس فجاه من السماء بتظهر اشعه حمراء. رايدن بيسمع صوت الرائده ميلز اللي بتقول له انا هستخدم عينيك الشمال، وبنشوف القذائف نازله من السماء على اجهزه الليجيون بقوه كبيره جدا. الضربات بتاعت الرائده ميلز بتدمر جزء كبير جدا من جيش الليجيون ده. لو كانوا تقدموا كانوا خلصوا على رايدن والبقيه. بس رايدن بيغضب من ميلز وبيقول لها انت ليه بتشاركي الرؤيه؟ مفيش اي موجه قبل كده شاركها، لان مشاركه الرؤيه يا اصدقائي ممكن تعمي. بتقول له بس انا ما اتعمدش وما حصليش حاجه، وحتى لو كنت اتعميت ده لا يقارن بانكم كنتوا هتموتوا. ويا الهي يا اصدقائي، ميلز راحت استخدمت السلاح اللي كانت عايزه تستخدمه بدون موافقه بقى او اذن او اي حاجه. رايدن بيقول لها ليه بتعملي كده؟ بتقول له عصيان الاوامر مش هيقتلني، مش منطقي اني اطيع اوامر بتقول لي اسيبكم تموتوا بدون هدف. بيضحك رايدن وبيقول لها انت حمقاء فعلا. بتسال ميلز رايدن على شن، بيقول لها بيقاتل اخو دلوقتي وخلاص بطل يسمعنا نهائيا. ودلوقتي بنروح بقى لقتال شن مع اخوه. بسرعه رهيبه شن بيقدر يصيبه وبيطلق عليه قذيفه كانت هتخلص عليه، ولكن فجاه شيء لازق كده وقف القذيفه، والشيء ده بيتمدد وبيمسك الاله بتاعت شن وبيهجم عليه وبيرميه لبعيد. وقع شن يا اصدقائي وقعه جامده على دماغه خلته فقد وعيه. كورنيا بتلاحظ ان قوات العدو بتتراجع، بس في نفس الوقت الاشاره اللي جايه من شن اختفت. كلهم بيقلقوا عليه وبيقولوا احنا لازم نتدخل. بتقول لهم ميلز انا عندي خطه. وشوري من آلة الليجيون ماسك شن وبيقول له خلاص انت هتبقى زيي، هترجع تبقى اخويا الصغير واحميك واقرا لك القصص زي ما كنت بتحب يا شن، يلا علشان ترجع لي تاني. بس قبل ما يعمل اي حاجه بيتم الهجوم عليه. الفرقه الاولى تقدموا بسرعه وبيحاولوا يحموا شن، بس فرصتهم ضعيفه قدام راعي وخصم قوي زي شوري. بيقول لهم محاولاتكم ملهاش لازمه. ولكن فجاه بيلاقي قذيفه نازله عليه من السماء. بيتخض وبيقول لهم انتوا هتدمروا اخويا، انا لازم احميه. وفعلا بيحط نفسه في وجه القذيفه وبيستعد للانفجار، ولكن فجاه القذيفه بتطلع غير منفجره. وكورنيا فضلت تصرخ في ودن شن لحد ما بيستعيد وعيه، وعلى طول بيقوم يهجم على اخوه اللي تشتت انتباهه، وبيطلق القذيفه مباشره على مركز دماغه اللي بيدمره تماما. شوري في اخر كلماته بيقول لشن انا اسف ان انا ما كنتش اخ كويس. ومع هذه النهايه والوداع بنشوف شن الاول مره بيعيط. مشاعره المكبوته لسنين والحمل اللي كان شايله دلوقتي بينزل من على عاتقه. دلوقتي صوت عياط شن الكل بيسمعه. رايدن بيقول لميلز بعد اذنك احنا هنقفل دلوقتي. بتقطع ميلز الاتصال ويا للمفاجاه بنشوف انيت معاها في الاوضه. هي اللي اخترقت نظام السلاح بتاع الجيش ده وخلت ميلز قادره تستخدمه وتساعد بيه الفرقه الاولى. طب ازاي انيت اللي قالت لميلز مش عايزه اشوف وشك تاني قررت ان هي تيجي تساعدها ويعملوا حاجه خطيره زي دي؟ بنرجع لورا شويه وبنشوف ان ميلز كانت راحت تاني لانيت اللي قالت لها انا مش عايزه اشوف وشك تاني. بتقول لها ميلز انت هتساعديني في اختراق النظام بتاع هذا السلاح. بتقول لها انيت بالتاكيد مستحيل اعمل حاجه زي كده، ده انت هتخالفي اوامر مباشره من قيادات الجيش. بتقول لها ميلز انا دورت وبحثت كده عن الاشخاص اللي كانوا ساكنين جنبكم. الولد الصغير اللي كان صديقك كان اسمه شن اليس كذلك؟ بتقول لها ايوه انت عرفت ازاي؟ بتقول لها شن ده انا عارفاه كويس قوي، في الحقيقه هو فرد من الفرقه الاولى اللي هيموتوا بكره، هو قائد الفرقه الاولى المعروف باسم الاندرتيكر. انيت طبعا مصدومه ومش مصدقه اللي ميلز بتقوله. بتقول لها ميلز انت عايزه تتخلي عنه مره تانية، انت دلوقتي تقدري تساعديه وما تسيبهوش يرحل زي ما حصل وهو صغير. وده اللي خلى انيت يا اصدقائي تروح تساعد ميلز في انقاذ شن والفرقه الاولى. بتشكرها ميلز ولكن انيت الحزينه جدا بتقول لها مش انا اللي انقذته. لما انيت بتمشي الفرقه الاولى بيرجعوا يتواصلوا مع ميلز تاني، وشن خلاص كان بطل عياط. بيشكرها على اللي هي عملته. بتقول له انا ما عملتش اي حاجه، انا الموجه بتاعكم ولازم اساعدكم. بيضحكوا كلهم وهم مبسوطين وبيشكروها مره تانية. وبعدين بيقولوا لها نتمنى لك التوفيق مع فرقه راس الحربه الجديده. ساعتها يا اصدقائي ميلز بتتصدم، ووسط الضحك والهزار اللي هم عمالين يضحكوا دلوقتي بيقولوا لها وداعا يا رائده ميلز. وهي في حاله الصدمه
دي عماله تسمع كلامهم ونقاشاتهم هم هيروحوا فين دلوقتي، وهي لسه مش مستوعبه ان خلاص كده هي مش هتسمع صوتهم تاني. بتشوفهم على الشاشه بيتحركوا وخلاص هيخرجوا من المنطقه 86. عايزه تقول لهم ارجوكم استنوا او ارجعوا، بس دول خلاص بقوا احرار. بتقوم تجري وهي مصدومه وكانها عايزه تلحقهم. ولما خلاص هيخرجوا من نطاق التغطيه بتاع التواصل، شن بيقول لميلز احنا بس سبقناكي في الخروج من هذه الدوله، وبينقطع الاتصال بينهم. وساعتها بتنهمر دموع ميلز وهي بتعيط بصوت عالي جدا، كل ده حزنا على فراق شن والفرقه الاولى. بعد خروج شن ورايدن وسيو وكورنيا وانجو من حدود المنطقة 86، رحلتهم مش بتكون سهلة علشان آلات الليجيون كانت منتشرة في كل مكان. وبرغم كده أثناء رحلتهم بيروحوا المدن اتدمرت في وقت الحرب وبيشوفوا حاجات كتير أول مرة يشوفوها. وبتفوت الأيام وأثناء ما أنجو كانت بتقود آلة الجيجر نوت الوحيدة اللي فاضلة معاهم، شن فجأة بيقول جه الدور عليا علشان أنا أسوق. بتقول له بس أنا لسه دوب سايقة، لسه دورك بدري. بس بيقول لهم أنا حسيت بالملل وعايز أسوق. وأول ما شن بيركب يا أصدقائي فجأة بيستخدم الآلة وبيوقع جزء من الجبل قدامهم، وبيقول لهم في مجموعة من الليجيون قدامنا مش هنقدر ان احنا نتفاداها، اطلعوا من الغابة وانا هقاتلهم واعطلهم. شن بيروح للموت برجليه علشان يحمي اصدقائه. رايدن دلوقتي غاضب جدا منه وبيقول له احنا قلنا مش هنسيب بعض تاني. بيطلع رايدن الاسلحة وكلهم بيقولوا احنا مش هنسيب شن وهنروح نقاتل. وفعلا دلوقتي شن بيكون في وضع صعب جدا علشان متحوط من كل مكان باعداد كبيرة من اجهزة الليجيون، عمال يقاتل وبيدمر عدد كبير منهم. ولكن اساسا آلة الجيجر نوت اللي معاه متدمرة، بتوصل لدرجة ان هي مش بتقدر تتحرك. خلاص شن عرف ان دي النهاية. بس فجأة بيسمع صوت رايدن والباقيين جايين بالاسلحة يقاتلوا. شن بيقول الاسلحة دي مش هتعمل حاجة قصاد الليجيون يا اغبياء. وبالفعل يا اصدقائي هم بيطلقوا الطلقات واجهزة الليجيون سريعة جدا، مش بيقدروا يعملوا حاجة وكلهم بيسقطوا. وشن شايف الليجيون اللي قدامه خلاص جاي هياخد راسه. بنرجع عند مقر فرقة راس الحربة. هناك الرائدة ميلز وصلت وقابلت العجوز ألداريخت اللي عرفها على طول، وعرف ان هي دي الموجهة اللي كانت بتساعد شن والمجموعة اللي فاتت. وبنشوف المجموعة الجديدة اللي هيتم اعدامهم. وبشكل صادم ألداريخت بيعرف ميلز ان هو من عرق القلبة، زوجته وابنه كانوا من سكان القطاع 86، فراح صبغ شعره واتطوع في الجيش علشان يساعدهم، ولكنه ما قدرش ينقذهم وهم ماتوا في الحرب. بيقول ان هو سأل شن لو كان سمع اصواتهم في اي آلة ليجيون، ولكن شن طمنه وقال له ان هو ما سمعش صوتهم وان هم مش محبوسين جوه تلك الآلات. وده الشيء اللي خلاه مرتاح وطمنه ان هو لما يموت هيلاقيهم مستنيينه. بعدها اصدقاء الرائدة ميلز بتروح للغرف بتاعة شن والبقية، وفي المكتب بتلاقي الكتاب اللي شن كان دايما بيقرأه. لما بتفتحه بتلاقي ان شن ورايدن وسيو وكورنيا وانجو سابوا لها كلهم رسايل قبل ما يرحلوا، كانوا عارفين ان هي هتيجي لهذا المكان. ميلز بتتأثر جدا وبتقول انا مش هتوقف عن القتال ابدا، لحد اخر نفس عندي ساموت في سبيل اصلاح هذا الوضع. قصة الرائدة فيلادلينا ميلز اصدقائي لسه مكملة. هل يا ترى هي لوحدها هتقدر تصلح اوضاع سكان القطاع 86، ولا مواجهة الدولة بالكامل هو شيء مستحيل زي ما هو واضح لحد دلوقتي؟ دي نهاية الموسم الاول، هنعرف ان شاء الله في الموسم الجاي ايه اللي هيحصل. لو كملت الفيديو لحد هنا يا صديقي فاشكرك، واتمنى من كل قلبي انك تكون استمتعت بهذه الحكاية. اشوفك ان شاء الله في الفيديوهات والحكايات اللي جاية، ومع السلامة.